محترمه غصب عن عين. كلامها دلوقتي طالما انا مش محترمه خدتيني ليه من الاول؟ هي لو مش محترمه كانت قامت دلوقتي عملت اتفرجت ما انا عليك. لو مش محترمه كنت اتفرجت عليك لنفسي. اتفرجي علينا عليك ما يهمكيش حد. ما انا ممكن اوريك انا هعمل ايه. مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البيوت اسرار. برنامجنا بنجيب فيه ضيوف عزاز، الزوج والزوجه، واحيانا بيكون موجود الطرف الثالث. الطرف الثالث ده يا بيكون ام، يا بتكون حما، يا بتكون صديقه، يا اما اخت. وجود الطرف الثالث عاده بيولع البيت او بيعمل مشاكل، لان انا من وجهه نظري الشخصيه والمتعارف عليها ان البيت ده بيكون للزوج والزوجه، مشاكلهم، افراحهم، حاجاتهم الجميله، الا طبعا لو بقى في حاجه كبيره جدا جدا فبندخل طرف ثالث، ومش ده حلو الا بقى من رحم ربي وداخل يحل بنيه كويسه. عايزه كمان اعرف ضيوفي بمعلومه انه انا معايا محلل نفسي في الكنترول. المحلل النفسي ده بيقول لي لو اي حد من ضيوفي بيكذب او مش بيقول الحقيقه او بيحاول يلف او يدور، ساعتها هو بيعرف طبعا من لغه الجسد، وساعتها انا بوقف ضيفي وبحرجه قدام بقيه افراد الاسره وقدام الجمهور وبقول له ان حضرتك بتكذب. خلوني ارحب بضيوفي. اهلا بيك يا استاذ اسلام. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك يا اهلا فندم. وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حاجه جنه. ليلى. ليلى ما اختلفناش. استاذ مصطفى، استاذ اسلام، قول لي اتعرفتوا على بعض ازاي؟ احنا اتعرفنا بعض من زمان، يعني من حوالي 5 سنين. نعرف بعض عن طريق منطقة عندنا يعني انا اختي تبقى زميلة بنت عمها. وحبينا بعض وتقدمت لها واتجوزتها. شفت ايه فيها ميزه انك تتجوزها؟ انها كويسة وطيبة وكل حاجة. انت حافظ؟ نعم. انت حافظ؟ حافظ ايه؟ حافظ الكلام، انت مش حاسه؟ لا حاسس والله. تمام. انها طيبة وكويسة ومعاملتها يعني لطيفة. وانتي؟ انا شفت اللي هو انسان كويس، وهو ده الزوج اللي هيبقى صالح ليا. شفتي في ايه بقى؟ اللي هو شخصيته كويسه ومحترم وابن ناس. حماتك بتتدخل في حياتك؟ اكيد يعني. ده مضايقك؟ ده مضايقني قوي طبعا. بتتدخلي ليه يا حاجه؟ عادي، بنتي وعادي وجوز بنتي. هو بنتك يعني فتتدخلي في حياتها؟ لا، في حاجات مثلا هم ما بيعرفوش يتصرفوا فيها، فانا مش تدخل بقى، التدخل لصالحهم. لصالحك؟ لا طبعا. هو يعني حر، هو كل شايف يوم لصالحه، انا بكلم صالح بنتي. طب كلمي بنتك لوحدها، ما انت كده بتأثري على بنتك في حياتها. لا، ما هو انا بكلم بنتي لوحدها، هو شايف بقى ان انا بتقويها، هي بتقويها. هو شايف كده. انا شايف انها بتقويها عليا. طب ليه كده يا فرحه يا ماما؟ ليه؟ انت مش عارفه لا، ان الجواز ده هو- بيته بيتقفل؟ ايوه طبعا، بس هو بيبقى مشاكل على طول، فانا طبيعي ان انا بدخل والدتي. مشاكل على طول؟ انت مش مرتاحه مع استاذ مصطفى؟ لا انا مرتاحه، بس ساعات بيبقى في استاذ مشاكل. اسلام مش مرتاحه معاه؟ لا مرتاحه، بس ساعات بيبقى في مشاكل، يعني اي بيت بيبقى فيه مشاكل. انت بقى مش كبيره كفايه انك تعرفي تحلي مشاكلك من غير ما تدخلي ماما؟ لا انا في مشاكل بعرف احلها، وفي مشاكل لازم ادخل والدتي فيها. احنا مش في المدرسه يا فرح، احنا خلاص عدينا المرحله دي. طب انت تسمحي ان حماتك تتدخل في حياتك؟ لا. طب لما هو لا بقى، لما هو لا، ليه الانانيه؟ يعني انت ليه تجبري على الراجل ان حماته تتدخل؟ ليه الانانيه؟ ما هي عشان والدتي، فانا اللي ما أنا هي والدته. ما ماشي، هي ما والدته. والدته. اي لو هي يعني اللي هي تحل ما بيننا ماشي. هو حد لو قال لك هو ان والدته الصالح مش ماشي. هتحل؟ حد قال لك ان والدته مش هتحل؟ لا. طب انت ايه رايك في الكلام ده؟ انا رايي ان انا وهي نبقى مع بعض بس، انما حد هيتدخل في وسطينا ما ينفعش. الحد ده اللي هو حماتك الحد ده اللي هو حماتي. يعني غير مرغوب فيها تقصد؟ غير مرغوب فيها في البيت، انما هي بتيجي تقعد عندنا على طول، تخرج وهي خارجه وتاكل وتشرب طبعا. نعم. واكيد بتاكل وتشرب أكيد وتضيع يعني. ميزانيه البيت. اكيد. وساعات ارجع من البيت الاقيها واخده مراتي وقاعده في البيت عندها. طب يعني طب الراجل دي- راجع من الشغل تعبان، انت قاعده ليه؟ قاعده مع بنتي. لا، هو حضرتك مش حافظه غير الجمله دي؟ طب بنتي عادي، وبعدين انا مش باكل وبشرب عنده، انا بجيب اكل وبجيب شرب وبصرف برضه. مش الاكل والشرب والصرف؟ ماشي، يعني حضرتك بتقولي له بتاكل وبتقعد تشرب. هو لا، حضرتك سبتي الجمله كلها ومسكتي في الاكل والشرب؟ ماشي ايوه، يعني ما هو دي كده ابقى انا عالة الماديات اللي فارقه عليه. معاكي؟ ابقى انا هو عليه. حضرتك ممكن تبقي عالة عليه بوجودك من غير إيه؟ الفلوس. ماشي، شايفاه عالة عليه، خلاص ما يروحلوش تاني. طيب هو ده انت مش عايز، انت مشكلة، عايزها ما عادي، تجيلكش مش- تاني؟ بس بنتي هي تجيب. تيجي تزور بنتها على عيني وعلى راسي، بس ما إنما تقعدش تقعدش على تقيم طول. بقى، مش هنقيم. لا، مش ما انا مش هنعمل بيات مقيمة شتوي في عنده، البيت. انا مش لا ما هي مقيمة ما عنده. بتكمش. انا هي ما بتبقى بقيمش موجودة عنده، وبتمشي. انا عندي بيتي برضو وعندي حياتي وعندي ولادي غيرها، فمش مقيمة عنده. ما انت برضه يا حاجه ما تروحيش عند أنا- ولادك التانيين برضه وتضايقيهم يعني.
لا يا حبيبه قلبي، ما في ناس مبسوطه ان انا بروح لها. هو جوز بنتي مش راضي خلاص، لكن انا اولادي التانيين عادي جوازهم راضيين مبسوطين يعني جوازاتهم؟ عادي. يعني تقصدي تقولي ان ممكن العيب في تستضيفيهم اسلام. يقول لك كده برضه. هستضيفهم ما دي قصدك ممكن تتصدمي فيهم هنا. عادي والله. معلش عشان هو عارف ان في لا محل عادي نفسي فمش عادي، لو هيعرف ده يكذب. لو ده مزعله بلاش مني خلاص، اهم حاجه يبقوا كويسين مع بعض. طيب انا حليت لك اول مشكله اهو في عادي بيتك والله. يا استاذ اسلام. انا ما ماشي. زعلش منه على فكره، انا بحب اسلام، هو زي اولادي بالظبط. ايوه عادي مفيش مشكله. طب قولي ايه مشكله تانية مضايقاك المشكله وانا التانيه هحاول ان احلها. ساعات الاستاذه حماتي بتاخدها البيت تقعد معايا بالثلاث اربع ايام، وانا ما ببقاش موجود في البيت، ببقى عايز انزل اشتغل وارجع الاقي لقمه نظيفه، ما مفيش. بلاقيش الكلام ده. ينفع كده يا ما انا فرح؟ طبيعي بتبقى والدتي تعبانه، فاللي انا بروح اقعد معاها. طب خلوني اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم مره اخرى نشوف الموضوع ده. اهدوا، مفيش حاجه حصلت في البيت نتكلم فيه. احنا في تصوير، اكن مفيش حاجه ما حصلت. هو اللي غلطان. لا خلاص غلطتش مش هنعلي فعلا. صوتنا بقى ونعمل انا ما قصص. غلطتش فعلا. لا، ما هو انت لينا بتقول بيت لي نتكلم فيه. ما انا بقول يا- بتكلم في التليفون. خلاص مش هنقعد بقى يا فرحه احنا لينا بيت نعمل نتكلم هنا. فيه، مش هنتكلم هنا. لا لا مش انت اللي اتكلمت، خلاص ايه؟ خلاص مش ماشي. خلاص. خلاص يا ست خلاص هو الكل، طلع عادي. اللي جواه، مش انا هنتخانق. طلعت اللي جوايا، لينا بيت يبقى- بقى نتكلم فيه. بس مش هنقعد بقى نفرج الناس علينا. يا مرة كان ممكن نرفزني وعصبني، شوف انا بعمل معاه ايه وهو قال ايه، عادي هو حقه. مراته عايز مراته معاه، ما فيهاش مشكله، انا مش زعلانه والله. طب يبقى ما انت يكلمش ما تحطيش في حد بقى. دماغك ان انا انا هزعل بتكلم في حدود وتزعلي الشغل، عشان أنا بتكلم في وتتنرفزي الشغل. عليه. لا انا مش انا بكلمها زعلانه. في الشغل. لا ما هو انت قلت لي دي حاجه انا بحبها. ماشي، ما انت قلت لي ايه؟ انت بتكلمها ليه؟ مش بكلمها ايوه ليه؟ ماشي، قلت ما لك انت في ده الشغل. مش راضي انت تقول لي انا بحبها. انت ممكن ما تقول لي انت- دي زميلتي في الشغل، ما انا قلت لك مفيش زميلتي حاجه في ما بيني الشغل. وما بينها، لكن انت بتقول لي انا قلت لك- بحبها. قلت لك زميلتي في الشغل، انت قعدت تزعقي، قلت لك انا بحبها. طالما انت بتحبها كنت خدتها هي، ما كنتش خدتني انا. ما هو ده، ما انت شوفي معنى الكلمه، انت بتقولي ايه وانا قلت لك ايه؟ خلاص مالوش لزوم العتاب. موضوع لو اكتر حد هيعاتب انا على اللي هو قاله، انا مش مقصره معاكم في حاجه، وهو دلوقتي خانقاه وباخدك وبروح باجي عندك، فانا كان ممكن لا ما هو انا اتضايق. بروح لها لما بتبقى تعبانه. لا انا ما ماشي. تضايقش لكن أنا عشان مش على كده. طول بروح. تقولي لي، لا ما هو انا تعرفيني بقول لك عشان بتقول لي أعمل لا ما حسابي. تروحيش. لا تعرفيني عشان ابقى عامل حسابي وانا مروح ان انا اعمل اكل في البيت او اجيب اكل من بره. لا ما هو انت بتقول لي ما تروحيش، لا، وببقى قاعده أنا 4 ساعات ايام مش كل- هناك. ماشي، يعني 4 ايام ولا 5 وانت ايام. ما بتيجي يا اسلام من الشغل مثلا وما بتلاقيش، ما بتيجي عند البيت مش بتاكل، مش كل بتبقى فرحه الأوقات. مثلا عامله انا مش ماشي. حابب ان انا اجي عندك انت البيت. بتتكسف تاكل، بس انا بيتي هو بيتك، ما انت زي ماشي، اولاد. بس انا بتحرم. انت زيها بالظبط واحسن منها عندي. ماشي، بس انا انت ما صايم بحبش بنتي. ما بحبش لا أبقى عادي أخرج والله، أقعد انت عند حاسبها حد. غلط والله. انا ده يا بيتي. اسلام. يعني يا حبيبي أنا ماشي، ده بيتك بيتي. لازم ماشي بيتك يتعمر وانا قاعده وكله. معاها، هي بس هي تعبانه. فتره التعب بس يا اسلام. قبل التعب انتوا بقالكم 3 سنين، قبل التعب ما كانت قاعده في بيتها وكله. ماشي، هي هتسيبني؟ ولو والدتك تعبانه وكنت هي بقعد مع تسيبها؟ والدتك. ما والدتك لما بتبقى تعبانه كنت بقعد معاها. مش كل الاوقات. ماشي، ما مش في كل ماشي. الاوقات، انا طبيعي مش كل هبقى الأوقات قاعده مع عشان والدتك أنا على ليا طول. اخوات، انا ليا اخوات وبعدين ونقعد امك تحت قالت بس لك رجل ساعات كمان أمي. اخواتك ما مش كانوش بيروحوا وانا بتحبها؟ كنت بروح. لا، وانا ببقى تحت رجل امي في اي وقت. ماشي، وانا كنت بروح برضه، وهي اخواتك ما تحت كانوش رجل بيروحوا، ما أمك في أي حدش وقت بيروح من يا لو مراتات اخواتي ما اخواتك. جوش لو اخواتي ما جوش انا ببقى تحت رجلها وهي بقعد برضه أشرب. يا ومراتات اخواتك إسلام، برضه ما كانوش وهي. بيروحوا، يعني ماليش دعوه من مراتات اخواتي. وانا اللي كنت بروح. فرحه بتسيبش امك في حاجه تحت رجل ماشي. امك، يعني بس تروح يوم لها في هي قبل ما الأسبوع، تروح يومين لها. في الاسبوع. ايه؟ مش يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع. مش لا ما هو الأسبوع لو كله. والدتك عندها مكان خالص؟ والدتي كنت خليتني قعدت بالخمس تقعد ايام عندها بالأسبوع. خالص نعم. يعني؟ لو والدتك لا، مكان اقعد والدتي تحت كنت خليتني رجليها اعمل انا. كده. انا ابنها واقعد تحت رجليها. طب ما هي بنتي برضه يا اسلام. ماشي، انا ما قلتش حاجه، بس مش بالاسبوع. لا يا ب10 سيدي مش لا ما هو لو بالأسبوع. والدتك انت هتقعد برضه بالاسبوع. لا، لو والدتي هنقسم انا واخواتي. لا ما انا ما لو بشوفش كده. لو والدتي هنقسم انا اللي بقعد على طول. لا، مش انت اللي بتقعدي على طول. لا انا اللي بقعد على طب طول. انا ما وأختك عنديش تعمل بنت إيه؟ غيرها طيب. وهي أختك معاش تعمل إيه؟ وهي معاش اخت غيري. ما عنديش معاش بنت. اخت غيري. ما فيش الا انا، هي بنتي بس. بنتك بس. طب ما عنديش فين بنت تاني ما مش فين مراتات واولادك صبيان؟ بيجوا لي. مش فرض بيقول- عليهم برضه. ما هو مش بيقولوا. فرض عليهم. انت بتقولي مش فرض عليهم. ايوه، هو فرض لكن انا على بنتها، مش فرض مش على مرات ابنها الاولى بيها. مش فرض على مراتات اخواتك وفرض على مراتات اخواتي انا. لا ما هو واخدة بالي؟ انا بنتها، انا لا المفروض وهي ان ما انا قلناش اللي ما اروح لها. تروحش لامك يا اسلام، امك محتاجاها في اي وقت تروح لها قبل. ماشي، ما هي ومراتات اخواتي. لا عادي هي قبل، انا ما بتقول بعترضش دلوقتي- على دي. هي بتقول دلوقتي ايه؟ مراتات اخواتك ما بيجوش. انا ماليش دعوه بحد، انا بروح بس لها. حته ان امك مش بتحبها دي جديده، يعني ما شفتش امك ما هي بتحبهاش بصراحه. ما كانتش يعني هي بتقول راضية لك عنها. هي ما ماشي، كانتش بس راضية عنها. دلوقتي فرحه بتعاملها كويس. اللي نعم. مش راضيه الاول ماشي. انا حماتي ما كانتش الأول- راضيه عني اول ما اتجوزت جوزي،
بقت راضيه هي عني دي زي بقى حاجه الفل. بترجع للنفسيه. هي دلوقتي بتقول لك انا ما بحبهاش، لحد دلوقتي ما بتحبهاش. لا دي انا ما اعرفش بقى لحد ما دلوقتي. انت لسه ما هو انت بتقول لسه قايل لحد الأستاذ. دلوقتي انت كده انا اللي بتضايقها. اعرفه ان لحد دلوقتي مش طايقاه. مش طايقاني مش ليه بقى؟ طايقاك. ما انا مش كويسه عارف. معاها، ايه اللي انت مخليها بتروح لها ازاي طايقاني؟ ما هي مش مش طايقاها يا عارف، اسلام؟ يمكن انت مش عارف انت بتعملي ان انا ببقى في الشغل طول النهار. خلاص يا بتبقى في فرحه شغل اقعدي طيب، مع انت ما ماما. بتشوفش بقى ما تقولش لا، بقى، قولي ما لها يا ماما تحكمش انت على انا عاملة ببقى حالك. لك في البيت ايه؟ طول النهار، ببقى في الشارع طول النهار. هي ماشي، انت ما اقعدي معاها. تحكمش بقى وتقولي ما بتحبهاش، انا بقى هتكلم الكلام ده معاها. اللي احنا لنا بيت نتكلم. فرحه واشوف هي خلاص مستحقة خلاص، ازاي. انت لما تروحي عندها قول لها يا ماما ما تحبنيش ليه، انا عامله لك ايه مضايقك؟ بس هقول لها اسلام بيقول لي يا امي مش طايقاكي. بس هي قالت لك مش الكلام ده طايقاك، بقى في خلاص البيت بلاش مش هنا. خالص، خليكي قاعده في بيتك. لا مش انت خلاص. اتكلمت، مش في البيت. الكلام ده في البيت ماشي، مش ما هو هنا. انت اتكلمت، انت قلت مش طايقاها، فانا هشوف ازاي هي مش طايقاني. ماشي، شوف الكلام ده في البيت. احنا مش هنروح بقى خلاص ولا البيت ولا غيط ولا نتخانق، وانا مش زعلانه من اللي هو قاله. هو قال حاجه كده جواه، خلاص ما حاجه مش هحطها في دماغي، ما تقعديش تعملي مشكله عشاني. لا ما بعملش مشكله، لا انا لا بعمل خالص. مشكله فاللي هي مش لا طايقاها. لا ايه مش طايقاها؟ ما هي دي جديده برضه. ماشي، ما هي ما كانتش عايزاكي خلاص أصلاً مش طايقاني، يبقى مش ما عايزاني اروحلهاش. أتجوزي. خلاص وأنا اللي يبقى مش اتمسكت هروح بيكي. لها. ما هي عشان معاملتها بحبك وحشه معاها وبتكرهك. فرحه. ما هي معناها كده انا معاملتي وحشه، ما هي مش إسلام. طايقاني بقى. ما انا ايش عرفني بقى انت بتعامليها ازاي، حلو ولا وحش وانا في الشغل؟ طب يبقى انت ما تحكمش بقى على هي مش بتعذبها طايقاني. يعني يا يعني إسلام هي وأنت قالت في لك انا ما الشغل. اعرفش. هتتكلم كويسه، تعذبها دي زي امها واحسن مني كمان. ما تعرفش تعمل لك بت- زي في بتعملها الشغل. ازاي. خلاص قول لها يا ماما انت مش بتحبيها ليه؟ بتعمل لك ايه فرحه؟ انا لما نروح البيت بقى نشوف الكلام ده بس. حلو في البيت. انا ممكن ما اروح حلوش للحاجه اقول لها فرحه عامله لك ايه عشان انت مش بتحبيها. الكلام ده بقى حلو في البيت. عيله مش مطيعه انت. وخدمها لا وكل مش حاجه. نحل في البيت ليه؟ مش انت اتكلمت، فكمل خلاص يا كلامك ماشي، للاخر. خلاص هنكمل كلامنا. خلاص. ازيك عامل ايه؟ انا اتخيلت بيك بره، قلت لازم ادخل اسلم عليك. وسهلا. عامل ايه؟ مين دي بقى؟ وحشتني، اخبارك دي ايه؟ زميلتي. زميلتك ازاي يعني؟ زميلتي في الشغل. ازاي زميلتك في واعرفها الشغل؟ اعرفها قبل المدرسه. لا هو انت عندك أعرفها زمايل من دراستي، كتير يعني شغال كلها أعرفها زمايلك؟ أيام اليومين الدراسة. دول. لا مش كلها اعرفها زمايلك. ايام الدراسه. ازاي يعني؟ أعرفها يعني أيام ايه اعرف الدراسة. ايام الدراسه؟ ثانية أعرفها واحدة أيام بس الدراسة. بقى، انا بسلم عليه لحظة بقى، يعني طب اكمل حضرتك مين سلامي وبعد يعني؟ كده طب مين اتكلم. انت حضرتك؟ زميلتي في الدراسه. المهم انت عامل ايه؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله طمني والله عليك. كويس. انت عامله ايه؟ انا صحتك النهارده عاملة إيه؟ كنت اصلا معديه من عند الشارع عند والدتك، وكنت هطلع اسلم عليها اخد البركه. مين الله هي دي يخليك. بقى؟ بجد زميلتي في والله. الدراسه. يعني ايه زميلتك في متربيين مع الدراسه بعض. برضو؟ متربيين مع بعض. ازاي يعني ايه برضو؟ زميلتي في الدراسه ده من ومتربيين امتى في- ده يعني؟ من هو انت كله من عندك وأنا صغير. زمايلك؟ ودي زميلتي هو تانية يا إما زميلتي في زميلتي انا الشغل. مش لا، فاهمه ودي انت زميلتي في متضايقه الدراسة. ليه؟ ايه ده؟ متضايقه عشان هو جوزي. دي زميلتي هو انا خدته منك؟ لا ما هو انت داخله تسلمي عليه وتقولي انا كنت هطلع عند والدتك. طبيعي، دي معناها لازم ايه يكون برضو؟ عندك شويه تطلع ثقه في تسلم على النفس، والدتك. واي حد ما يطلع والدتي هي يسلم اللي على مربياها. جوزك ثقة في نفسي تتضايقي؟ برضو. ما انت بتقولي فين انا هطلع الثقه في لوالدتك. طب اهدي بس، فين الثقه في النفس وانت قاعده بتكلميني وانت عامله كده؟ ايه ده؟ اه بتكلم انا وعامله دي كده. على فكره دي زميلتي، ده؟ امي هي اللي مربيها. انت ماشي، ما هو وحشني انت كل جدا عندك بجد، انا زمايلك اتبسطت والله. قوي ان انا شفتك. طب والله يضربوا بعض العظيم. بالحضن احسن بدل بجد ما مش هينفع عشان زمايلي والكاميرا وكده، بس انت وحشني لا جدا. عادي يعني طالما هو وحشك يعني. خلاص يبقى نعم. بره ياخدوا اه بعض طالما هو بالحضن وحش بقى، يبقى بعيد عن بعض. لما الكاميرا. يطلع شوف بره الحوار انا ده. اه هاخده. بعيد عن تمام. الكاميرا بقى خلاص. اه خلاص عادي المهم عادي. انت طمني، اخبارك والله ايه؟ انا كويس. انت عامله ايه؟ بجد؟ زي ما الفل شفتكيش بقالي هيطلعوا كتير. اهوت، وحضرتك شوفي الدنيا فيها ايه. انا مش محتاجه طالما سبحان انت الله، بتحبي سر والدته بيت. او يمكن والدته انا قبلك لسه بقول لها انت- كل واحد هيروح لحاله. اه بجد؟ وحضرتك داخله. اه يلا افرحي بقى، ايه رايك؟ مش هو من زمان انت عارفاه؟ احنا لسه عارفينه قريب قوي. يمكن والدته تكون قبلك انت. طيب خلاص، ما دام هو انتوا، ما دام انتي خلاص عايزه تتطلقي، ما تعرفها بقى انا مين. اه بس دي زميلتي. لا مش زميلتك، قول لها الحقيقه. في طب حقائق مالك- كتير باين عليها مالك هتبان. متخض حقيقتي. ليه كده؟ قول لها الحقيقه. حقيقتي. لا انا مش الحقيقة فاهمه حقيقة. ايه، انت لازم ليه؟ تقول لها الحقيقه بجد. اقول لها حقيقتي. يمكن في قصه حب ما بينكم وانا ما اعرفش. يا ريت حقيقه تانية، لا، شكلها طبعاً. حقيقه حلوة تانية. والله لا، عادي طبعاً. برضه. شكلها ايه؟ مرات متجوزها؟ نعم. متجوزها؟ يمكن متجوزها في السر وانا ما كنتش اعرفش. ما كنتش اتجوزت بنتك. طب امال مالك؟ كنتش ما حبيتها بتقول لك قول واتجوزت. الحقيقه، ايه ما هي الحقيقه؟ بتقول لك انا في كنت زمايل، هطلع ايه تاني لوالدتك. غير دي متربيين الزمايل؟ مع بعض. لا انا ما وهي قلت لك انا متربيين هطلع مع بعض. لوالدتك. ايه؟ كنت بما ما هي هم بتقول لك هي انا اللي هطلع مربياها. لوالدتك. هم هي اللي متربيين مع بعض مربياها. وبتتكلم بالطريقه دي؟ ده هي كام واحده بقى متربيه في بيتكم؟ ده البان عليه الشعب كله متربي عنده. لا مش الشعب كله. امال هي ايه يعني؟ اما هي أم مربياهم. حبيبتك ده انت وهي تلاقي متربيه مية من عندكم. تحت الدنيا تابع. كاخوها الصغير كأخوها؟ واخوها الكبير. ما هي بتقول لك قول لها الحقيقه. طب ايه حقيقي. الحقيقه؟ طالما انتوا هتطلقوا فين عايزين أخوها نعرف بقى؟ الحقيقة. فين الحقيقه؟ حقيقي ايه يا جدعان؟ هي لا ما مش هي بتقول لك واخدة قول لها بالك. الحقيقه. مفيش انت مخبي حقيقة. ايه؟ هي وخارجه مش بتقول مخبي حاجة.
ايه؟ لا مش لو ازاي مش لو مخبي حاجه. مخبي حاجه لا هي تيجي دلوقتي تقول لنا الحقيقه. لما هي تيجي. دلوقتي بس تقول لنا لما الحقيقة. ما انت طلعت طلعت سمسم. نشوف الكلام ده بقى ان شاء الله في البيت. ده اذا روح ده اذا رحت يعني. لا هو انت ليه ماسك كل بتهدد حاجه، ولا هنشوف إيه؟ الكلام ده في البيت، هنشوف الكلام ده في البيت. ده إذا لا رحت ما احنا يعني. نشوفه في اي مكان. ماشي ده لا إذا ما هو رحت انا اللي البيت مش يعني. هروحه. يا مش ستي انت اللي براحتك. لا ما هو انا اللي مش هخش البيت تاني. براحتك. المواضيع لا، جايه ما هو مع براحتك. بعضها يا ما هو اسلام. براحتي. نعم. مشكله وهي دخلت بوظت الدنيا تاني.
كنا بنحاول هنحل وقلت لها مالكيش دعوه بيها ما تزعليش. هي دخلت بقى بتاعت سمسم دي كملتها بوظت بالقهوه بقى، بوظت الدنيا. فعادي يعني. اشرب يا سمسم. ما تشربي انت، اشرب يا سلام. اشربي يا بس ست كده. الكل. بس يكون فيها حاجه القهوه. لا ما تقلقيش، انا هشرب انا حبات معاكم. سمسم. انا هشرب معاكم. لا ما انت فنجان وانا فنجان. ما هو آه. انت بتاع غير بتاعها، الفنجان بتاعك غير تقلقيش. فنجانها هي. ما بقلقش ولا تسلم يدها. ممكن تكون حتى تعمل لون قهوة حاجه كويسة. تموتها. تسلم ايدها. هتنفع. بتعرف تعمل اكل كويس برضه. اه والله هتنفع. شفتها فين بتعمل اكل؟ نعم. شفتها فين بتعمل اكل؟ جت البيت عندنا عملت كذا مره اكل لامي. طب ما وأنا اتجوزتهاش لما بتعمل اكل كويس صحيح؟ طب ما إيه؟ جت عندكم في عشره وبتاع. كانت هي سافرت. وسمسم كانت كمان هي سافرت. سابتك وسافرت. كانت هي سافرت بره. امال انت حبيت الشغل فرحه بتاعها. ازاي؟ الكلام هو اللي ده قبل بيحب ما مره أعرف بيحب فرحة. تاني؟ الكلام ده قبل ما اعرف انت فرحة. كده ما تعرفش حاجه عن الحب. مفيش، مش حب، ده حب مراهقه باين عليه. ايوه حب مراهقه. مساء الخير. مساء النور. نور قارئة الفنجان، هتقرا لكم الفنجان بتاعكم. يعني انتوا جايبين لنا القهوه عشان الفنجان تقرا صح؟ بس انت شاطره بالقرايه. يلا ارجع. اشرب يا سلمى، عايزه اشوف فنجانك انت الاول. ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ودلوقتي مع فقرتنا المفضلة وهي قراءة الفنجان مع قارئة الفنجان نور. أهلا بيك يا نور. اهلا يا فرح. أخبارك إيه؟ كله تمام. نور عايزين نقرا بقى الفنجان لأستاذ إسلام. يلا يا اسلام ماشي. اشرب الفنجان، عينيا حاضر. بس عشان عندي حلقه ثانيه فلازم الحق البرنامج الثاني. تمام ماشي. انت بترج ليه؟ ما برجش. طيب. مم. نبتدي؟ نبتدي. هنتكلم بصراحه ووضوح. ووضوح، بس مش كل الصراحه هقدر اقولها مم. عشان في حاجات ما بتتقالش في البرنامج. يلا مستعدين؟ يلا. طفولتك يا اسلام كانت صعبه قوي. حصل. صح. كان والدك عصبي قوي؟ الله يرحمه كان عصبي وكان حنين برضك في نفس الوقت. الاثنين صح؟ اهو. بس كانت ايده جامده. اهو صح شديدة كده؟ مرزبة بقى. اه. مش شديدة مرزبة. طيب بص انت قلبك مليان كتير جدا حاجات، والحاجات دي مش عارف حتى تنطقها، يعني حتى ان الصمت بيكون عندك بزياده عشان مش قادر تتكلم. الست اللي جنبك دي هي متعلمه حاجه ما وراء الطبيعيات، يعني هي بتعمل حاجات كده مش لطيفه يعني. ده زي إيه؟ مأثر عليك زي ايه جدا. مثلا؟ زي ايه مثلا؟ لا انا مش واضح معايا هنا ايه، بس ده اللي خلاك تتجوز وعندك ولد دلوقتي. لا ما عندي ما احنا إحنا متجوزين بقالنا يعني 3 سنين متجوزين ولسه ما بقالنا خلفناش 3 سنين. وربنا ما أنا رضيش. بتكلمش عليها. مش انت. فهمي ربنا متجوز لسه ما تاني رضيش. يعني؟ لا مش عنده ولد اسمه محمد، لا ما اتجوزتش طبعا. والست اللي معاك انت مش عايزها عشان هي بتشتغل بحاجات ما وراء الطبيعة يعني. يعني إيه؟ يعني هو متضايق منها قوي وفي كلام كتير ومش عارف يتكلم، والجوازة حاجات اللي هو حكايه. الايه؟ حاجات اللي هو الموضوع اللي حكايه اتحكى من لأمانة شويه، يعني. المواضيع اللي اتحكت من شويه. وفي حاجة جاية لك في الطريق، والحاجة دي برضو أتوقع إنه مراتك التانية هتكون حياتك معاها حلوة قوي وجميلة، وربنا هيفك العقدة اللي اتعملت ليك. العقده اتعملت ليا عشان اتجوز الاستاذه فرح. ما هو انت خدتني أو- دي، ما كنتش خدتني. مش صح. قصدها كده، هي مش لا أنا قصدها. قصدي كده صح؟
هو ده اتعمل يتلاش نتجوز يعني او هو عمل مش معمول لي عشان هي تتجوزني، اتجوزها اروح اتجوزها. مين اللي عامل لك مثلا؟ انا اللي عامله ايش لك؟ عرفني بقى، ما هي الفنجان بيقول كل حاجه اهو. لا مش انا اللي عامله لك. انا مش بقول الحاجات دي يا اسلام، مالناش دعوه بالحاجات دي، انت كنت هتموت عليها وعايزها ماشي. وانت ما أنا اتجوزت حق- بقى تاني ما اتجوزتش تاني، دي مش بس انت مشكلتنا بتقولي أنا. كان يا طنط، يعني ممكن عادي لما دخل الموضوع ما بقاش عايزها. عادي يحب غيرها تاني عادي. بس ما كانش حب بقى يوم. لا ما كانش حب، ده ممكن اه. كان واحد. ممكن يكون ما هي دخلت كنت استاذه دلوقتي اللي جابت لنا القهوه، اللي هي قالت له اه. قول لهم على قول كل لهم حاجه. على الحقيقه، قول ما لهم كل على حاجه الحقيقة. حصلت هي قدام قلنا له حضرتك. مين اللي دخل؟ في لا معلش استاذه لحظة. دخلت دلوقتي. يا جماعه هو في حد دخل؟ مين؟ واحده مريم؟ زميلتي. واحده زميلتي لا هو متربيين بيقول مع لي بعض. زميلتي، فهي انا اللي متربيين انا مع بعض اتخانقت معاه. في نفس هو لحظة بيقول لي أسمعها. بيقول لي هي قالت له عرفها انا مين، قول لها على الحقيقه. قول وطلعت زميلتي، مين؟ قالت له انا مش زميلتك، قول لهم أنا لا مين. بيقول لي دي زميلتي. طب راحت ما يمكن قالت يبقى له- في حاجه بينهم. ما هي هو كده بقى، هو مش عايز متربيين مع يقول. بعض في نفس قالت له انا البيت. مش زميلتك، لا قول لهم وهو أنا بعد مين. كده قول لهم قال لا، هي لا، 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 بتعرف لا. تعمل اكل وهي بتعرف تعمل قهوه، وهي عملت اكل عندنا قبل كده. ما هي مش هيجي لها الجرأه انها تدخل وتقول الكلام زي ده غير لما يا تبقى سمسم. فعلا. يا سمسم سمسم؟ خد القهوه يا سمسم. ما لا، احنا ده متعودين هي- مع بعض على كده. لا مفيش حاجه اسمها تعود. وراحت متعودين عند عشان والدته، متربيين ده مع بعض. عملت ده, أكل. ده في الكنترول بيقول طبخت. راحت عند والدته. طبخت. راحت عند والدته. طبخت، بيقول بتطبخ احلى اكل اه. واحلى شغل. عشان ما متعلمة هو قال لك بإيد من أمه. الاول اصلا ان والدته ما بتحبكيش. اه. لا ما هو قال والدته ما بتحبنيش، فهي ازاي يعني؟ هو قال لي هو كده خني، اللي هي ايه، هو كده متجوزها الله اعلم، وهو بيقول لي دي صاحبتي دي زميلتي، فهي مش هو زميلتي. بينكر ليه دلوقتي؟ الاستاذه بتقرا له الفنجان بتقول له متجوز ومخلف طب ما تعترف. ما هو أنا ممكن متجوز. يكون كده عارفة. انا لو آه. متجوز كنت اتجوز، اتجوزت. والسبب ده انت، كنت قلت. لانه انت اتجوزتيه عشان عامله له سحر، عشان يعني ما نقولش والله سحر. هو- حكايه بقى اللي انتوا يعني بتقولوا إحنا مش بنقول بتاع قلب الكلام ده، الحبيب. مش أعلم، بتاع ربنا الكلام اللي ده. يعلم. بتقول حاجات بصي كده. أمال يعني إيه الكلام اللي يعني طب بتقوله ده؟ معلش ثواني يا يعني نور، الفنجان يعني في هيكذب. حاجه بينك وبين مريم غير انتوا الفنجان زمايل؟ هيكذب؟ امال انت متجوز؟ قالت له مش متجوز متجوز. الأستاذة. أنا مش ثواني متجوز. هيكذب في دي ثواني ومش هيكذب ثواني يا في دي. حاجه، يعني في حاجه بينك وبين مريم غير ان انتوا اصدقاء بس؟ لا امال في ايه طيب؟ احنا متربيين مع بعض. تقول له يعني كلهم هي أما عادي. هي دخلت البيت إزاي عندي طلعت من وهي البيت قد بس كده. وعملت المحلل النفسي بيقول غير كده. لا متربيين مع بعض، هي دخلت بيتي وهي قد كده. امال ايه الحقيقه اللي قالت طريقه لك قولها لي؟ كلامك والتردد واضطرابك. لا لا، والفنجان باين انك ما آه. بتحبش مراتك، خلينا آه. نكون ماشي، صريحين خلاص، ما- وواضحين. ما- محمد أيوه، هو ما- صح. معاملتها. هقول لك حاجه، هتحصل معاملتها. خناقه كبيره جدا دلوقتي، والست دي شايله كتير منك، هي اميره بصراحه جميله. ربنا يخليك يا رب. ممكن هي حبتك فعملت حاجه عايزه، يعني عشان هي حباك فعايزه تتجوزك، بس هي بنفس الوقت ست جميله انا ما قلتش إن هي وروحها مش حلوه، جميلة. بس خلينا انت مجنونين بتتكلم الكلام. عليها كلام مش حلو مش- لا دايما. براحتك، لا، لا. بكل مين اللي مكان بتقول عليها كلام مش حلو؟ انت بتتكلم عليها دايما. الكلام ده بعد ما حصلت خناقات ومشاكل، بس انا لما جيت اتجوزتها كنت شايفها كويسه ومحترمه وحلوه. وما امال زال. هي دلوقتي طيبة. مش محترمه؟ امال انا لا، مش تحترم محترمه؟ نفسك في حكاية السر. الكلام. وانا لا شايفه يا في ست ضرب. الكل، انا ما قلتش كده، امال مالك بس يعني؟ طريقتها في الكلام ما ساكتين بقتش على فكره. كلامها هي دلوقتي، محترمه غصب عن عينك. كلامها دلوقتي طالما انا مش محترمه خدتيني ليه من لا، الاول؟ ما هي قلتش لو مش مش محترمه كانت قامت دلوقتي أنا ما عملت قلتش مش فرجت محترمة. ما عليك انا الناس لو مش كلها. محترمه كنت فرجت عليك أنا ما النفس. قلتش. قوم اتفرجي عليه الناس أنا ما ما يهمكيش قلتش. حد. ما هو انا ممكن اوريك انا هعمل ايه. ما تعرفيش. لا اعرف لا، انت ما لا ما هو انت بتقول لي ما انت مش تعرفيش. محترمه. ما تعرفيش. ازاي مش محترمه انا ما يعني؟ قلتش مش سيبيها، محترمه. لا مش ازاي مش أنا قلت محترمه. محترمة، طبعا بس حقها، طريقتك سيبيها. في اقعدي يا معاملتك حاجه اقعدي. اتغيرت اقعدي يا عن حاجه دلوقتي. اقعدي. لا معاملتي ما اتغيرتش. لا هو معاملتك كل مشكلتك والدتي، فانا والدتي مش هسيبها، والدتي تعبانه. اقعدي يا ماشي حاجة خلاص، اقعدي. خليكي معاها. ازاي خلاص، اخليني معاها خليكي يعني؟ معاها. طب ما كنتش خليكي خدتيني عندها. من الاول لما انا خلاص، خليني معاها. عندها. خليكي عندها. يعني ايه خليني أنا مش عندها محتاج برضه؟ دلوقتي. يعني هي انت مش لما رمية والدتك عليك، بتعوزني عشان وبترن ليها عليا عندي، بتقول لي مش رمية تعالي ما عليك. بروحلهاش. إيه؟ انا عندي بدل البيت 2 و3. ماشي يا ست، انا ايه قلت حاجه. ما ساعاش البيت ده خليها. تروح التاني، ما ساعاش التاني تروح التالت. انا عندي وانت عارف انا عندي ايه. عندك اللي عندك وهي يزيد. عندها لا احنا كله. عندنا الخير كله، عندك وانا اللي طالعه من عندك. البيت ما خير. قلتش لا. خلاص انا هطلع فاصل يا جماعه، انا هطلع فاصل. بس هقول صدق- حاجه معلش يا اتفضلي. فرح، في انا شايفه في ايدين عشان ما يحصلش الهاله دي. انا حاسه في ضرب هيحصل. ربنا يستر، ربنا يستر يا نور، آه. خلاص احنا مش هنقول اكتر من كده. مش ربنا هينفع يستر. اتكلم اكتر من كده. هو لو زود عن كده ده لا اللي ما هو هيحصل. لو زود ده اللي وانا هيحصل. هيشاع عنك وانت عارفها هي بتعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. الساده المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. يلا ميرسي يا فرح. على ايه يا نور؟ شكرا. اتفضلي. انا حبيبه قلبي. ممكن حد يجي يشيل القهوه؟ يلا حق. ممكن حد يجي يشيل القهوه من فضلكم؟ متجوز ومخلف. وهي بنتي قاعده. طب انت عايزها ليه بقى؟ صح خلاص، مقعدني خليكي ليه؟ عندها. عايزها خليكي ليه؟ عندها. لا ما هو انت أنا مقعدني دلوقتي مش ليه؟ انت عايزة. متجوز قول لي انا متجوز.
مش ما عايزة قعدني دلوقتي، ليه؟ مش عايزة لا ازاي دلوقتي مش دلوقتي عايزني؟ دلوقتي مش ما انت مش كنت مقعدني ستيب. طالما اسلوبك هيبقى في الكلام معايا كده مش عايزة. لا انت كنت ده مقعدني اسلوبها كده، ستيب. ده اسلوبها هيبقى اوسخ من كده. انت لسه شفت انت كنت اسلوب. مقعدني ستيب. لا ما هو انا هحاسب كده على قديم وجديد. انت لسه شفت اسلوب طب طالما انت بتقولي دلوقتي انا متجوز يا ومخلف، سمسم. طالما انت الفنجان بيقول دلوقتي لا ما هو انا انت متجوز بتكذب، ومخلف. انت كده بتكذب، انت كده بتخون. استني الفنجان ايوه بيقول. ايوه هو بيكذب عليكي. ايوه هو بيكذب هي عليا. بتقول خدي الصراحه. القهوة دلوقتي واخرجي انت دلوقتي. نعم. خدي القهوة انت واخرجي دلوقتي. لا هي مش بتقول هاخد الحقيقه. القهوة. لا هي هي بتقول محترمة. الحقيقه. انت هي بتعرفي محترمة. تقري؟ بتعرفي تقري؟ اه بعرف اقرا. طب امسكي هي محترمه. اقري لا انا الورقه دي امسكها ليه؟ مش همسكها. هاتي انا اقراها يا ستي. حالا. هاتي انا. اتفضلي. هاتي. انا بقى ام محمد. ما هي الست قالت عادي بتاعت كده كده الفنجان. انا مش هقعد معاه تاني. ام محمد ده وام احمد جواز عرفي. انا مش هقعد تاني. عرفي. انا ما اه. عنديش مشكله على فكره ان احنا نعيش كلنا مع بعض. انا لا، وانت أنا وانت عندي لا محمد. خلاص، كل سنة وانت طيبة. انا عندي مشكله. انت هتطلقها؟ اه من غير ما لا، أنا اللي تقول ما مش تعملش عايزاه. خير في دي، مش هيبقى ليك خير في بس دي. انا ما يرضينيش ان انتوا تتطلقوا. لا انا لا، مش هيحصل. عايزاه. انت حطي نفسك مكانها. أنا مش هو عمل عايزة. معاكي كده. طب ما نعيش كلنا مع بعض وسامحين. لا انا اللي مش احنا عايزاه. زي الفريق. انا مش هقعد ومحمد مع ابني واحد هو خاين. ابنك. يا ست لا، ربنا أنا مش هقعد يخليهولك، مش ربنا هقعد مع واحد يخليهولك يا خاين. قلبي. خلاص. واحنا ما مش نكرهلوش مشكلة. ان هو هو إيه ابني يعني؟ فوق دماغي من فوق عادي، بس انا مش هقعد مع واحد خاين. عشان هي مدياله الامان. بس انا لو حصل لي حاجه انت تربيه. بعد الشر عليك. بعد الشر عليكي. وربي ليه؟ وربي محدش فين؟ يربي ابن جدته غيرك راحت انت. فين؟ ربنا انت اللي تربيه يا ماما. انت اللي تربيه. بس انا ما كنتش عايزاكم بجد توصلوا لا، أنا مش للمرحله دي. عايزاك. لا هي هم كده كده واصلين اساسا. هم كده كده. اما انت بتشتكي أنا بتروح كده عند كده. امها وبتسيبني بالاسبوع. طب ما انت عندك حد اهو. زعلان ان هي بتقعد بالاسبوع ليه؟ اه طب لا زعلانة. تقعد عندي خالص. وانا ما ما انت عندك اتجوزتهاش حد اهو. ما ما اتجوزتش انت ديت عندك حد. الا لما شفت. ايه دي انت نسيت اسم الدلع اللي انت بتقوله لي ماشي، ما مريومه انا ما وايه ده؟ اتجوزتكيش الا لما ثواني، شفت الخنقه من بنسي دي. الجديده القديمه انسي الجديده. لا ازاي يعني لا، على طول أنا بيقول لي يا لا هو مريومه كده بياكل ويركز زي ما القطه. دي كانت هو ملوش فروحه خير في حد. برضه. دي كانت فروحه. لا لا لا. ما انت بقالك محمد عنده قد ايه؟ عنده سنتين. سنتين. عنده طب ما انت سنتين. بقالك بسنه بتعاني وتولدي بتروح عند امك. تقعدي عند امك بالاسبوع وامك بتيجي تقعد تضايقني ما بعرفش اخد راحتي معاكي وانت معاك حد زي القمر اهو. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ في ايه يا مريم؟ ها؟ في ايه يا مريم؟ ايوه اللي اللي مزعلك. فرح هو تكذب عليها بس ايه ده؟ هي ورتنا ورقه الجواز. هي ورتنا الورقه بتاعت بتاعته. الجواز. اه. فالعيب مش احنا عندها لحد هي. دلوقتي محترمين المكان اللي احنا فيه. الكلام ده وم- ما يصحش، احنا في برنامج من فضلك عيب. ماشي. واللي محترمين الاستاذه عشان هي محترمه. 2022 طب دلوقتي عايز تطلق فرحه وتخليك مع مريم وخلاص اه. تمشي. طب خلاص يا فرحه الموضوع بس عادي مفيش اي مشكله. لا أنا يا مش فرح عايزاه. انا مش عايزه اخرب بيوت يا زي ما فرح. دخلنا لا، هو أنا كده مش كده عايزاه. مخروج يا حبيبتي. لا هو كده كده مخروب فانا مش عايزاه. احنا مش محتاجين له. طب ده. خلاص نخلص يا جماعه البرنامج نخلص ونقعد البرنامج نتكلم. ونشوف فعلا. لا هو بيتلكك وانا بتلكك فمش هينفع نعيش مع بعض. انا شايفه كده برضه. دي خيانه اصلا. اه لا دي مش خيانه، ده جواز. زي ما لا، دخلنا من بالمعروف وراها. ونخرج بالمعروف. لا فهي مين ورايا يعني اللي هو حبيبه يكتب قلبي ورايا قول من لها ورايا. مش عيب. رضيت ما رضيتش خلاص. عندك أيوة، حق يا مفيش حاجه أحسن من برضه. الصراحة. خلاص كده أنا- خدنا واكل عيشنا وملحنا وقاعد معانا وبيشتكي ان هي مش موجوده. ما انت عندك ست تانية بتشتكي ان هي مش موجوده ليه؟ ها مثلا وهي دي وحشه. الله، هي مش دي مراتي ولا زي دي ما دي وحشة؟ مراتي. اما انت ما بتحبنيش. طب ما تقول لي دي وقول لي دي. بتقول لي دي انا انفصلت عنها ليه وما قلتش ان انت متجوز. لا لا بيكذب كذب، من ده الأول. كذب يا اه اسلام. لا لا انت ده كده كذب، ده انا كذاب قاعده شايفه أصلاً. بعيني ده بيكذب. 22 ايوه سنتين بتكذب خساره الواحد عليها. اساسا عشرك. خلاص ما تزعليش يا حاجه على الايام، ده ماضي. ما تزعليش، خلينا في المستقبل. زعلانه على بنتي. معلش هيجي لها لا زي ما ربنا رزقني بيها يرزقني في غيره واحسن منه ان كمان. شاء الله ربنا يرزقك. زي ما هو ربنا بكتير. رزقه خلاص ما بنحسن منه. تكتريش ما تكتريش. خلاص يلا خلاص يا حبيبه قلبي كل شيء يلا. نصيب وخلاص. خلاص أنا يا كويسة جماعه إن أنا هرجع خليتك عشان منك. انهي الحلقه ونشوف هنعمل ماشي ايه مع يا الاستاذ قلبي، اسلام. ماشي. يلا سادة مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن خلوني أنهي معاكم البرنامج. البيوت أسرار اللي هو ما طلعش البيوت أسرار اللي زي ما حضراتكم شايفين، ولكن هو طلع برنامج حماتي وزوجتي، وده مقلب الزوج عامله معانا في الزوجة. لا في جواز ولا في قرايه فنجان ولا احنا بنصدق في الكلام ده نهائيا. امال ايه لا دي ورقه كده يعني ولا يعني ورقه متفبركه، كل ده متفبرك. واستاذ اسلام اللي قال لنا على تفاصيل حياته كلها وكل حياته، وعشان كده طبعا احنا بنقول لك على كل حاجه احنا عارفه، احنا اكننا عرفناها يعني. كان هيتضرب. نورتينا. ده كله بقى كده. شرفنا. نورتينا، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. باخد الموافقه من حضرتك ان دي الحلقه. طبعا باخد الموافقه طبعا. منك ان دي طبعا. الحلقه. باخد الموافقه من حضرتك. تمام. احساسك ايه بقى بعد ما حسيتي ان كل ده مقلب؟
روحي رجعت لك احساسك ايه؟ خلاص. رجعت. خلاص ما انت وشك بس ضحك. ده بتحبيه طيب، ده انا مش مصدقه اللي هو بيقوله. بتحبيه ولا لا؟ ايوه طبعا. بتحبيه؟ اه. طب الحمد لله. طيب ربنا اشوفكم يستر بس لما نروح البيت. لا لا خلاص، خلاص. لا. طب انت بتحبها ولا لا؟ طبعا يلا ربنا يخليكم طب لبعض، وانا ربنا اللي يحفظكم كل بعض. يوم. بتحب حماتك؟ مش كل الاوقات برضه. لا انت تاكل علقه. ماشي يا اشوفكم في انا حلقة بحبك بقى.